هل عمرك سألت نفسك ليه كل الإصرار إن سيدنا موسى عليه السلام يوصل للمكان اللي هيلاقي فيه سيدنا الخضر؟ وليه سيدنا موسى تحديدا اللي قدر ليه من بين جميع الرسل إن يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة زي ما قال القرآن؟ الأكيد إن القصة دي تحديدا مختلفة تماما عن كل القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. قصة موسى والعبد الصالح ما كانتش زي غيرها من القصص، بس تفتكر إيه السبب في كده؟ السبب إن القصة دي بتتعلق بعلم مش زي العلم اللي كلنا عارفينه واللي هو قايم على وجود الأسباب، وغير علم الأنبياء اللي قايم على وجود الوحي، لكن القصة دي قايمة على علم من طبيعة تانية غامضة علينا كبشر. علم القدر الأعلى نزلت عليه الأسطار الخفية، زي ما نزلت برضه على المكان اللي قابله فيه، وكمان الاسم ما ذكرش في القرآن. اللقاء ده كان استثنائي، وده لأنه بيجاوب على أصعب سؤال بيدور في النفس البشرية من أول بدء الخليقة لعند النهارده، واللي هو ليه ربنا خلق الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ والقدر بيشتغل إزاي؟ في ناس بتقول إن الخضر ما كانش غير تجسيد للقدر المتكلم اللي بيرشد للخير والأعمال الكويسة، واللي كان من أهم وصفاته هي الرحمة والعلم، واللي بتلاقيها في كل جوانب القصة، واللي بتبتدي بعد ما سيدنا موسى قابل الخضر وطلب منه إنه يعلمه من العلم اللي عنده. بيركبوا أول سفينة بتقابلهم، وبعدها بتبتدي أول الأحداث اللي على أي بشر لا يمكن إنه يستوعبها، حتى إحنا لو القرآن ما وضحهاش لينا ما كناش عرفناها لعند النهارده، وهي إنه يخرق السفينة اللي هم عليها في وسط البحر. تخيل معايا كم المعاناة والألم والخوف اللي حصل للناس اللي كانوا على السفينة، واللي من ضمنهم سيدنا موسى، واللي ما قدرش يمسك نفسه وبدأ في إنه يعاتب الخضر على الفعل اللي عمله، وإن ده فعل خاطئ في حق أصحاب السفينة اللي هم عليها، وإن ده خطر على الناس اللي معاهم. سيدنا موسى في الموقف ده رد فعله كان زي أي إنسان طبيعي، وزي أي رد فعل لينا لما بيحصل لنا أي مشكلة ومش شايفين فيها غير الشر. لكن هنا جه الرد من الخضر إنه قال لسيدنا موسى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ واللي بتنتهي بإن الخضر بيبدأ يشرح لموسى المواقف اللي مروا بيها، ويوضح له من وجهة نظر تانية خالص احنا ما نعرفهاش وصعب نوصل لها كبشر، وهي وجهة نظر القدر اللي كل حاجة في حياتنا بتتحرك بناء عليه. بس انا هنا مش جاي عشان احكي لك القصة، انا جاي اوضح لك حاجة يمكن معظمنا ما خدش باله منها، وهي ان الشر ده شيء نسبي، ومفهومنا كبشر عن الشر قاصر، وده لاننا مش شايفين الصورة كاملة. والقدر هنا بيوضح لنا نقطة مهمة، وهي ان الشر اللي انت شايف انه شر ممكن يكون افضل شيء حصل في حياتك، وممكن يقلب حياتك 180 درجة للاحسن، زي الجدار اللي كان تحته الكنز اللي ربنا حفظه للطفلين من غير ما يعرفوا. لما بتيجي تحاول انك تفهم القدر بيشتغل ازاي، بتلاقي ان عقلك بيشت وتفكيرك بيبدأ يتشل، وما بتعرفش تستوعب الموضوع مهما حاولت، وده لاننا مش مهيئين اصلا اننا نستوعب القدر او نفهم الجانب المخفي عننا في اي حاجه بتحصل في حياتك. بس بتلاقي صوت جواك دايما لما بتحصل لك اي مشكله في حياتك بيقول لك: هو ليه انا حصل معايا كده؟ ليه الحاجه دي سابت كل الناس وصابتني انا؟ وده كان هو السبب الرئيسي لذكر القصه دي في القران، واللي هو انك ما تحاولش تسمع لاي صوت جواك عند اي مشكله، وما تحاولش تسمح له انه يشككك في حياتك ونفسك، وان كل دي اشياء سيئه بتحصل لك. بس حاول انك لما تقع في اي مشكله تفتكر القصه دي، وتعرف نفسك ان كل ده خير ليك، بس انت اللي مش قادر تشوفه ولا قادر تستوعبه مهما حاولت. وخلي عندك يقين في ربنا ان كل حاجه بيختارها لك هي افضل شيء مناسب ليك، ولو وصلت للمرحله دي فهتحس باطمئنان عمرك ما حسيت بيه قبل كده، ودي هي المرحله اللي فيها الانسان ما بيتهزش لاي قدر بيحصل له، ولو وصلت ليها فممكن وقتها فعلا تستوعب حاجات كتير بتحصل حواليك. كان معكم محمد صلاح، سلام عليكم.